بسم الله الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. النهارده عيد سيدي من الاعياد السيديه الصغرى في الكنيسه. النهارده له اسامي كتير وكل اسم له معنى، والكنيسه مش بتدي او اسامي او معاني عشان نحفظها لكن عشان نعيش. النهارده اسمه حد توما او الحد الجديد أو إيمان القيامة أو إيمان الحياة أو الثامن من القيامة. أسامي كتير، والثامن 8 يعني الحياة الجديدة، 8 يعني اليوم الذي لا ينتهي، 8 يعني الحياة الأبدية. فإيه بقى إيمان القيامة؟ ده احنا عندنا حاجة مهمة قوي قوي تفرقنا عن كل العالم. ناس عندها اتجاهات كتير وعايشة في سكك كتير وعندها إيمانيات كتير، لكن الإيمان الحقيقي هو اللي بيغير الإنسان. الإيمان الحقيقي هو اللي يغير الإنسان بعد ما كان يبقى، يعني يختلف. فإيمان القيامة يعني أنا عارف إن في ليا حياة أبدية، وتأكدت إن ليا حياة أبدية من قيامة المسيح، وإن المسيح على الصليب بالصليب وبالقيامة غلب الموت غلبة نهائية، وما عادش للموت سلطان علينا. عشان كده احنا عايشين بإيمان القيامة. وإيمان القيامة ده اللي هو النهاردة يعني حد إيمان القيامة أو حد إيمان الحياة. احنا بنعيش الحياة بتاعتنا بإيمان القيامة. الأسبوع اللي جاي خبز الحياة، وبعدين ماء الحياة، وبعدين نور الحياة، وبعدين طريق الحياة. أول واحد ده إيمان الحياة، بنعيش بيه، بنعيش بإيمان القيامة وإيمان الحياة، إنه أنا ما عادش ليا موت. مش عشان أنا شاطر، لا، لأن المسيح أقامني معه، لأنه نحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا وغلب الموت بموته وأقامنا بقيامته. يعني إيه؟ يعني كل واحد ماسك في يسوع مش هيموت. عشان كده لما تيجي إيماننا ده يتحط في محكات يبان حقيقته. طبعا احنا بقى فاكرين المحكات دايما الاستشهاد. المسيح، قول المسيح ميت. هما دايما اللي يقولوا، الناس تحب تعمل في القرون الأولى والأثناء الاضطهادات، قول المسيح ميت. فاكرين الراجل اليهودي اللي جاء، اللي كان عنده واحد يعني عايز ياخد منه فلوس، وقال له تعالى المجمع وقول المسيح ميت. قول المسيح ميت. لا، المسيح حي. لا، المسيح ميت. لا، المسيح حي. وعشان المسيح حي أنا حي. أنا أحيا، أنا حي فأنتم ستحيون. احنا هنحيا بحياته، فاحنا ما عندناش موت. عشان كده لما كانوا يقولوا لهم قولوا المسيح ميت، مستحيل، المسيح حي. وأنا حي لأنه هو حي. طب يعني أنت مش مآمن بإيماننا؟ لا، مش هآمن بإيمانكم. أنا إيماني ده يدخلني السما. أي إيمان تاني مش هيدخلني السما. طب هو الإيمان يعني كلمتين 3 نحفظهم؟ لا، ده احنا عايشينهم ومستعدين ان احنا ما يطلعش الإيمان ده من لحمنا. حتى لو حبيتوا تقتلونا هنفضل على إيماننا ده، على إيماننا ده. أموت بالإيمان ده ومحدش يخطفه مني، لأن ده أنا متأكد إن داخل السماء، لأن المسيح فتح لي السكة دي. فإحنا من النهاردة الإيمان بتاع الحياة ده الأكتة الثامن، حياة أبدية مش هتخلص. طب ننكر المسيح؟ لا، ما نقدرش ننكر المسيح. طيب يعني هنقتلك، اقتلي، مش هتعرفوا تقتلون، لأنه هتقتلوا الجسد، لكن أنا مش هموت، لأن مع المسيح مش هموت، فأنا داخل السماء. هنعذبك، ما تعذبه، ده جسد في الأصل التراب وفي الآخر التراب، وأنا مش فارق معي. إيه القوة دي؟
ايه القوة اللي خلت المسيحيين الحقيقيين على مدار قرون في كل البلاد في كل العصور متمسكين بقيامة المسيح؟ لأن دي سكتنا للأبدية. تخيل إن أنا أبقى مسيحي اسما ومش فاهم يعني إيه أبدية ويعني إيه قيامة، وإن القيامة دي بتاعتي أنا، وإن المسيح اداني إن أنا أعيش معاه للأبد، وإن أنا أسيب الإيمان ده إزاي؟ طب هو الإيمان ده بس عند السيف والاستشهاد؟ لا، ده الإيمان بيبان في التصرفات بتاعت كل يوم. وأنا ببيع الأرضيات واشتري السماويات، ولا ببيع السماويات واشتري الأرضيات؟ ده الإيمان. لو أنا عندي إيمان الأرضيات هتبقى مش مهمة، لكن اللي هيفرق معايا السماويات. يعني اعمل كذا كذا ده خطية مثلا، لا مش هعمل كده. ليه؟ عشان أنا عندي حياة أبدية، والحياة الأبدية دي أنا مش مستعد أتخلى عنها، وإيماني بالحياة الأبدية يخليني أعيش في مسيرة الأبدية، القداسة والبر والتقوى وطاعة الوصية محبة الله. فأنا مش هسيب الإيمانيات اللي تدخلني السما دي أبدا يعني. عشان كده هو لما كان النهارده بيقول لتوما طوبى لمن آمن ولم يرى، ما ده الكلام علينا احنا ما شفناش، لكن عندنا نفس الإيمان ولا لأ؟ عندنا إيمان القيامة ده، إيمان الحياة ده ولا لأ؟ إن أنا ليا حياة أبدية ومش هسيبها. تمسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت. فاحنا مدعوين إن احنا نعيش الحياة الأبدية، مدعوين إن احنا نتمسك بالأبدية وعدم الموت اللي اداهولنا المسيح. دي حاجة مش صغيرة، دي حاجة الناس ما تفهمهاش لدرجة إنهم ما بيأمنوش بيها لأنهم مش فاهمينها ومش عايزين يفهموها. انتوا أحرار، أنتوا أحرار. لكن صوت المسيح موجود في كل الأجيال، ودلوقتي في النت موجود في كل حتة. قيامة لكل من يتعلق بيه ويؤمن بيه من البشر كلهم. إيمان القيامة يعني يا رب مش هنموت؟ لا، لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. أكيد. طب والخطايا مش تبعنا، لأن تبع الدين احنا الكنيسة دايما تقول اديهم الباقيات عود الفانيات، الأبديات عود الزمنيات. الكنيسة دايما تصلي كده كل يوم، أعطيهم الأبديات، أعطيهم الباقيات. يا رب احنا عايزين نعيش في الأبديات دي. عشان كده كل يوم الصبح نصلي نسلم اليوم لربنا. أصل احنا مش تبع الأرض، احنا الأرض دي كده يعني حاجة مؤقتة، لكن احنا تبع السماء. احنا مواطنين سماويين نعيش على الأرض معيشة مؤقتة، غرباء ونزلا يعني غرباء يعني مش من الأرض، ونزلا يعني جايين فترة كده ومتكلين على الله. غرباء ونزلا، فاحنا غرباء، احنا مش زي الناس، مختلفين. احنا مش من العالم ده، احنا من عالم سماوي. المسيح حطنا ان احنا نكون اعضاء كنيسته، اعضاء هذا العالم السماوي. فانا بقيت سماوي عايش بقوانين السماء، الحب والرحمة والخير والعطاء والبذل والغفران. يعني ازاي غفران؟ يا جدع انت عايز تفضل في الارض والموت بتاع الارض؟ خليك بقى انت حر. بتوع الارض ما بيغفروش، خليك بقى مع بتوع الارضيين وتبقى في التراب، ولا التراب تعود وزي البهايم زي ما قال سليمان الحكيم، وانتهينا على كده. الله، بس احنا مدعوين لحاجة تانية، مدعوين لأبدية، والأبدية دي لها حياة. فالحياة دي لها شكل على الأرض مكتوب في الإنجيل، الوصايا اللي بنعيش. أغفر، ما أغفرش ليه؟ أنا أغفر لأن أنا مش قاعد هنا، أنا يعني مش باقي في الأرض. ومرة واحد شبهها بالطيور المهاجرة اللي جاية من ساقعة سيبيريا ومش عارف إيه، وجاي في الدفا بتاعنا هنا. بيقول تخيلوا إنه يعني مثلا طائر من دول خبط اللي جنبه بجناحه ولا حاجة، لو انتبه له واتخانق معاه، البوصلة اللي في دماغه اللي نازل عليها تضيع. مش وقته، مش ما عندناش وقت، وما عندناش
ان احنا نمشي في السكك بتاعت الناس. سكك الناس وطرق العالم وافكار العالم موت. اكنس فلوس، خلي عندك كرامة، مش عارف اعمل ايه، خلي ايه، واللي يمسك بايه تعمل له ايه، وقوانين كتيرة. والقرش الابيض ينفع مش عارف فين، وساعة لقلبك وساعة قوانين ما تخلص بتاعت الارض. احنا عمالين نقولها ونرددها زي البغبغانات. لا، احنا عندنا قوانين في السماء موجودة في الانجيل، حاجة تانية خالص. قوانيننا بتقول احنا بتوع السماء. قوانيننا بتقول عندنا حياة أبدية. قوانيننا بتقول احنا بنعيش القداسة اللي بدونها لن يرى أحد الرب. قوانيننا بتقول عظيم هو سر التقوى. بقينا عايشين في التقوى لأن الله ظهر في الجسد وادانا قوة إن احنا نعيش في التقوى والقداسة. فاحنا عايشين بقوته وعايشين للأبد. يا ترى أنا منتمي لآني فئة الأرضيين اللي هتبقى في التراب، ولا فئة السمايين اللي عايشة للسماء وهي على الأرض؟ فئة اللي متجدرين في الأرض، ولا فئة الغرباء ونزلة اللي بيزوروا الأرض كده لكن هم سماويين مش لامسين الأرض؟ احنا مدعوين نعيش للأبد. اوعى نضيع دعوتنا النهارده. إيمان القيامة، إيمان الحياة، نعيش بإيمان الحياة، نعيش بإيمان القيامة، ندوس على عسل العالم ونطلب السماء في كل تصرف وفي كل كلام وفي كل رد فعل وفي كل قرار. هو أنا تبع مين؟ تبع السماء ولا تبع الأرض؟ هو أنا عايش لمين؟ هو أنا رايح فين؟ لو عايش للأرض الأبد اتخانق بقى في الأرض زي ما أنت عايز، لكن لو أنا عايش للأبدية لا، حاجة تانية خالص. فكر تاني وتصرفات تانية وأقوال تانية، حاجة تانية خالص خالص. أصل أنا مواطن سماوي عايش مؤقتا على الأرض لغاية ما تخلص الحياة المؤقتة دي، عشان بقى أعيش الأبدية اللي لن تنتهي مع يسوع. متأكد من دي؟ متأكد. طب نذبحك ولا تقول لا اذبحني؟ وانت لما تفتكر لما تذبحني وانا نهايتي في الجسد ده؟ لا، انا ما عنديش نهاية. انا في المسيح، روحي اتحدت بالمسيح من ايام المعمودية وعمالة اتناول واتحد بيه وبحبه وعايش معاه. فانا روحي وصلت واتصلت بالمسيح الحي اللي لن يموت. انا الحي والحي الى الابد. فانا خلاص انا مش ميت. اقطع رقبتي هتموت الجسد مش مهم، لكن انا روحي خلاص شبطت في المسيح ولن اموت الى الابد. نعيش الايمان ده، فندوس على العالم ونقدر نستغنى عن حاجات كتير، ونقدر نضحي. قال احنا مش بنضحي، احنا بنبيع الفاسد ونشتري الباقي. بنبيع الحاجات اللي هتضيع دي ونختار السماء والأبدية. عايزين نعيش أبناء الملكوت، عايزين نعيش أبناء القيامة، عايزين نعيش السماء ونبقى سماويين زي إلهنا، وما نعيش للأرض ولا قوانين الأرض. خلي اللي عنده قوانين يعيش بيها، وفي الآخر هيبقى في التراب ويبقى زي البهايم اتدفن في التراب وحياته انتهت على كده. أنا لأ، أنا المسيح اتجسد ليه مار واتصلب ليه وقام ليه؟ عشان يخليني سماوي، عشان يخليني مواطن سماوي، يخليني حاجة تانية خالص. الصعايدة اللي بنقلس عليهم عندهم كلمة جميلة، يقول أنا خنفاوي. خنفاوي يعني إيه؟ علمونا أنتوا عشان إحنا ما عندناش الإيمان بتاعكم. خنفاوي يعني سماوي. شوفوا بقى، أحسن مننا 100 مرة لما نفهم إن أنا خنفاوي، إن أنا سماوي، وإن أنا مش أرضي، وإن أنا مش تبع الأرض، وأعيش كده. أعيش أدوس على الدنيا دي وأطلب السماء كل يوم. أول ما أصحى الصبح أسجد وأسلمه يوم، يقول لي أنا بتاعك، أنا مش بتاع الدنيا، أنت إلهي، أنت مالكي، أنت مخلصي، أنا تبعك أنت. احفظني النهارده من كل شر ومن غير خطية. أنا بتاعك، أنا مش للأرض. خليك معايا النهارده وخليك معايا بكرة، وأنا ليك ولغيرك لن أكون. وعند القرارات المهمة نبيع الأرض. ليه تبيع الأرض؟ ليه تسامح وليه تغفر؟ يا عم أنا عايز السماء مش عايز الأرض. أنا عايش بإيمان القيامة، عايش بإيمان الحياة. عشان كده النهاردة ده عيد سيدي. يسوع جاء النهاردة وقال له يا توما
طوبى لمن آمن ولم يرى. يعني بيقول لنا كلنا يلا يلا عشان تعيشوا للأبدية معايا، يلا أنا جاي أخدكم كلكم. خرجت من عند الآب وهو معاه كل غنى الآب، وأتيت إلى العالم عشان اتحد بكل اللي هيحبوني، كل اللي هيلتصقوا بيا. وبعدين وأيضا أترك العالم، بس بقى كل دول معايا، وأذهب بيهم إلى الآب. رحلة جميلة مع المسيح جاي ياخدنا كلنا. مين بقى يشبط فيه ومين يطلع معاه للسماء؟ هو داعي الكل وفتح أحضانه للكل. ولا واحد فينا تضيع منه دي، ولا واحد فينا يضيع منه إيمان القيامة، إيمان الحياة. نعيش بالقيامة، نعيش بالإيمان، نعيش فوق العالم، نعيش سماويين، نعيش دايسين على العالم، نعيش ننفذ الوصية، نحب ونغفر ونتمسك بالمسيح بكل قلوبنا. والوصية الأولى لما سألوا المسيح إيه هي؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك. والتانية مثلها تحب قريبك كنفسك. خلاص، كل ده إيمان القيامة. نعيش بقى ده ونعيش فعلا بتوع ربنا. لإلهنا المجد في كنيسته من الآن وإلى أبد.